بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن قضية حصلت في الثمانينات. القضية دي بتثبت لنا احنا ازاي بنعمل مجرمين. احنا اللي بنعمل مجرمين. ازاي الكلام ده؟ ازاي ان احنا بنعمل مجرمين؟ على اساس ايه؟ تعالوا نشوف ونسمع القصة دي ازاي حصلت في الثمانينات، وازاي ان احنا اللي بنعمل مجرم. في الثمانينات في مطار القاهرة الدولي، كانت سيدة جاية من بره. أثناء تفتيش السيدة دي وجد معاها مخدرات، طلعوا منها كده مخدرات. طبعا واقع التلبس موجود اهي، انت جاية بنفتشك لقينا فيها ايه؟ مخدرات. ايه اللي يحصل في الكلام ده؟ اللي يحصل ان اتعمل لها محضر في مطار القاهرة الدولي، والمحضر اتحول للنيابة، والنيابة بعد التحقيق معاها واعترفت اعتراف رسمي ان فعلا الحاجة دي بتاعتها، حولت الموضوع للقضاء عشان القضاء يقول كلمته ويحكم عليها. المفروض عندنا القضاء المصري الحمد لله يعني الجلسة بتقعد مرة واتنين وتلاتة عادي، يعني مفيش مشكلة عادي. اللي حصل ان المفروض ان السيدة دي هيتحكم عليها، واتحكم عليها بالفعل ب25 سنة. طب كويس عظيم، طب ما كويس، ما القضاء بتاعنا بياخد حق مجراه، بياخد حق اهوت، وفعلا الكلام ده بيحصل. طب تمام، يجي محامي مشهور جدا، مشهور، يتولى القضية تاني ويعمل نقض، والنقض يتقبل، ونرجع تاني نعيد سير القضية. فرج المحامي بيعمل ايه؟ وازاي المحامي اترافع في القضية دي ازاي؟ ورجع خدها ازاي؟ عشان تعرف ان المحامي لما بياخد قضية مش مهم الفاعل ده جاني فعلا ولا مجني عليه ولا ايه، المهم ان ياخد فلوس وخلاص. شغلته، يقول لك ده انا شغلتي ان انا بطلع شغلتي ان انا بدافع عن المجرمين وبدافع عن ده، شغلتي، ده شغلتك. تمام. المحامي يقف في ساحة القضاء ويعلي صوته بكل قوة: سيدي القاضي، سيدي القاضي، موكلتي أجلبت مخدرات إلى مصر. نعم. الناس واقفة بتتفرج وبيقول إيه الراجل ده؟ سيدي القاضي، قد تم تفتيش موكلتي بالفعل وأخرجوا منها المخدرات. نعم. سيدي القاضي، إن موكلتي جلبت المخدرات وفي نيتها إفساد شباب بلدنا. نعم. سيدي القاضي، إن موكلتي مع مخدرات لخراب الاقتصاد. نعم. انا لو قاعد في ساحه القضاء اقول ايه ده؟ هو الراجل ده جاي يترافع عنها ولا جاي يحبسها ولا جاي يجيب لها اعدام؟ ايه الموضوع دوت؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا راجل؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت جاي تدافع عن موكلتك ولا جاي تحبسها؟ جاي تدافع عنها ولا جاي تحبسها؟ بص بقى، يقول لك: سيد القاضي، من واقع القضايا والتحقيقات وكل ما اسنده اليك وكل ما له يقول ان هذه السيده هذه السيده جانيه وجاءت الى مصر فعلا جاءت الى مصر لإزهاق شباب بلدنا وتحويلهم إلى مدمنين مخدرات. كل الكلام ده صح، ولن ننكر هذه الحقيقة أبدا، وهذه حقيقة واقعة، إن هذه السيدة جاءت لإخراب شباب بلدنا. طب ما أنت عارف إن جاي إخراب شباب بلدك، وعارف إن أجيب مخدرات، وعارف إن الاقتصاد بتاعك مفيش اقتصاد، تدافع عنها ليه؟ يقول لك إيه بقى؟ سيد القاضي، استند على اسناد واحد يخرجها براءة. الناس كلها استغربت بقى، بعد كل اللي انت قلته ده في حاجة تطلعها براءة؟ فالقاضي بص له كده قال له: اتفضل. قال له: سيد القاضي، هذه سيدة أنثى ليس ذكر، أنثى، موكلتي أنثى، أنثى التي جلبت المخدرات أنثى، وفي الأوراق التي أمامكم تقول إن الأنثى جلبت مخدرات، صح، ولكن سيد القاضي الذي قام بتفتيشها هو ضابط ذكر، ضابط ذكر، ولا يجوز أن يقوم ضابط بتفتيش أنثى، تفتيش إيه؟ أنثى، وإخراج مخدرات منها. لعب على ثغرات القانون. البيه اللي عمل المحضر قال إن أنا خرجت من جسمها إيه؟ المخدرات. جه الباشا الكبير ده كلمة طلعتها براءة،
فبالتالي ما ينفعش ان حضرتك حتى لما بتيجي تعمل محضر مش عارف تعمل محضر. خليت واحد محامي دماغه شغاله جه طلعها براءه. طب معنى ذلك بقى المجرم ده هيعمل ايه؟ هيرجع يعيد نفس القاره. ما هو لاقي حد بيطلعه. ما دام لقيت حد بيطلعك هتعمل ايه؟ مش هترجع تاني؟ هترجع تعمل اكتر من اللي انت بتعمله. يبقى معنى ذلك احنا اللي بنعمل مجرمين، مش المجرم اللي بيعمل نفسه. المجرم لو عارف ان هو لا هيتمسك ومش هيطلع منها، وعارف ان دي خلاص قضيه بالنسبه له انتهت، هيخاف مره واثنين وثلاثه وعشرة. انما عارف ان ممكن بفلوسه يطلع. ده يرضي ربنا يا جماعه؟ ونيجي نقول في الاخر ان هم بيعملوا، ان في الاخر ده مجرمين؟ لا، احنا اللي بنعمل مجرمين، احنا اللي بنعملهم بجد والله. احنا اللي بنعمل الكلام ده، حسبي الله ونعم الوكيل. ودلوقتي في الوقت الحالي بنتعلم من الاساتذه الكبار دول ازاي نطلع مجرمين براء. هو ده اللي احنا بنعمله، ان احنا بنطلع مجرم براء، والغلبان مش مشكله. ده يرضي ربنا يا جماعه. السلام عليكم.